رجعت ليكم فيديو عن لقطة القشطة جينيفر لوبيز اللي كان عندها 53 سنة في الفيلم وطالعة في دور عروسة عايزة تنام مع جوزها طول الوقت وبتلعب على كل الشناكل زي ما بيقولوا. عامل ليك صاحب على الايفون عايز تكسب، وصل الفيديو 20 لايك، اقتراح من الكومنتات. وتعالوا بقى نشوف الفرح اللي اتحول لعصابة وجزيرة وحاجات زي كده. بصوا يا جماعة، فيلم اسمه شوت جاون ويدنج سنة 2022. تمام، بيبدأ الفيلم مع جينيفر لوبيز اللي هي اسمها دارسي، وكانت أكتر عروسة منحوسة في العالم. كانت بتجمع المعازيم وخلاص هتتجوز النهارده في جزيرة في الفلبين عشان فرحها تاني يوم، وهتتجوز واحد اسمه توم. وامها بتسحبها على جنب كده وتقول لها: ايه يا بنتي، ما لقيتيش عريس افقر من كده؟ ايه الموضوع الرخيص ده؟ الميزانيه قليله قوي. بعد كده بتخش حماتها كارول اللي هي بتغني اغاني الافراح والحاجات دي، وبعد كده بتهديها طقم سكاكين تقطع بيه التورته. بس السكاكين شكلها مصدي لانها كانت بتاعت فرح كارول نفسها القديمه اللي هي حماتها. فبتقول لها: اه يا حماتي، حلوه والله، تحفه، اهم حاجه ما تبانش ان احنا شغالين نقاشين يعني. وبعد كده بيوصل روبرتو ابو العروسه، وبنشوف ابو العريس وهو بيصور كل حاجه بكاميرته. وفجاه بيسمعوا صوت هليكوبتر جايه وبيطلع منها شون. طب مين شون ده؟ شون ده الاكس بتاع دارسي او حبيبها القديم، واتضح ان ابوها هو اللي عازمه عشان يغتت على بنته لانها متجوزه واحد فقير ويضايق جوزها الفقير الجديد توم. وبعد كده شون ده بيحضن دارسي بيقول لها: ايه يا حبيبتي، عامله ايه؟ وحشتيني والله، ازيك يا ديده؟ فبتقول له: خطيبي وراك، خطيبي انت عمال تقول ايه؟ فقال لها: إيه فين خطيبك ده؟ مش شايفه، انا لابس نظاره والله بس. فبعد كده شون بيقعد يتمنظر بفلوسه وان هو شغال بقى في الفاشن والموضه والحاجات دي، وابو العروسه المليونير بيحاول يحرجه بكل طريقه. وبعد كده توم بالليل بيحاول يظبط اسلاك الكهرباء عشان الاضاءه تبقى مثاليه، ودارسي بيتكلموا عن قلقها وضغطها من الفرح. فجاه بتدخل ام العروسه او ام العريس توم وتقول له: تعالى نام جنبي عشان غلط تبقوا مع بعض في الفرح ولا قبل الفرح حتى. وفعلا بتاخده تنيمه جنبها في مشهد كوميدي جدا. وتاني يوم الصبح وقت التجهيزات، دارسي لابسه فستان حماتها القديم اللي هو فستان كارول، وحاسه انها مخنوقه من الموضه القديمه دي، وبتبعت لتوم تقابله بتقول له: انا مش مرتاحه للفرح ده كله، انا حاسه مامتك فرض عليا الحاجات القديمه بتاعتها دي ومش قادره احرجها. فقال لها: ما هي دي المشكله، انا قلت انت هتلغي الفرح والله. فتعصبت جدا وقالت له: بقول لك ايه، روح دور على فرح تاني، وخد دبله الخطوبه هي والقلم بتاعه ورميتها في وشه في وسط الغابه. وفي اللحظه دي بتهاجم عصابه قراصنه كده مسلحين على الجزيره، وبيجمعوا كل المعازيم ويرموهم في حمام سباحه. والزعيم بتاعهم بيقول لهم: ايه، عارفين يا جماعه انا حطيتكم هنا ليه النهارده؟ والله هو لسببين: اول سبب عشان طبعا الميه تشيل حركتكم خالص وما تعرفوش تتحركوا، وتاني حاجه عشان ما حدش يقول لي عايز اخش الحمام، اصل كل ما نخطف حد يقعد يقول لي انا خايف وعايز اخش الحمام. وبعد كده توم ودارسي بيقدروا يهربوا بس ايديهم مربوطه في بعض بالكلبشات، وبتبدا مطارده في الجزيره كده. ودارسي فستانها بيتشبك في عجله عربيه وبتبدا تسحلها، والعروسه عماله تصرخ وتوم بيحاول ينقذها لحد ما الفستان بيتشرم خالص كده ويتقطع نصين. وقال لك: حلو خير يعني، هنعرف نجري دلوقتي بحريه على الاقل. وده يقابله قرصان كده هناك بيضرب نار عليهم، فدارسي بتهجم عليه بشجاعه وتاخد منه قنبله كده في ايده وبيقدروا يخلصوا عليه. وبيروحوا يستخبوا في المطبخ عشان دارسي جاعت من كتر ما جريت، وبتحاول تقطع الحبل اللي في ايديهم بسكينه، السكينه اللي هي حماتها كانت مديها لها المصديه دي، بس طبعا ما بتعملش حاجه لانها قديمه. فتقوم بيحاول يستخدم سكينه كهرباء بس بيعور نفسه ودمه بيسيل كله. ودارسي اول ما شافت الدم اغمى عليها من الصدمه، وبتدخل عليهم قرصانه كده قويه. توم بيقدر يقتلها بعد خناقه كوميديه قوي، وبيكتشف في جيبها دعوه فرحهم وكان مكتوب عليها اسم شون. وهنا الصدمه ان شون حبيب دارسي القديم هو اللي مأجر القراصنه دي عشان يخطفها ويطلب فديه بملايين من ابوه. وبعد كده بيكتشفوا كمان ان خطيبه روبرتو اللي هو ابو دارسي شريكه في العصابه وتبع شون. ودارسي وتوم بيقولوا: احنا لازم ننتقم وما نسكتش على اللي حصل ونكمل الفرح ده عندي فيهم. فابو العروسه بياخدها من ايديها في الممر وبيسلمها لتوم وسط الرصاص وبيقول له: ادي يا سيدي العروسه اهي، مبلوله شويه بس نشفها وهتشتغل معاك زي الفل. وبعد كده بيبدا توم ودارسي بيهجموا على القراصنه بالقنبله اللي معاهم دي، القنبله اليدويه دي. وحمات دارسي او كارول بتمسك رشاش آلي وتقعد تضرب نار بجنون وهي بتغني اغنيه كده، لحد ما القراصنه بيستخبوا مرعوبين من اللي بيحصل. وشون بيحاول يهرب بالهليكوبتر ومعاه ميرسي والفلوس. وبعد كده توم ودارسي بيلحقوا على مركب سريع وبتحصل خناقه تكسير عظم. بعد كده بنلاقي شون عايز يفتح الباراشوت ويهرب ويطير بالفلوس، بس دارسي بتستخدم بذكاء السكينه المصديه اللي كانت معاها واللي هي كانت هديه نحس يعني، وبتقطع حبل الباراشوت ده. فشون بيتشبك في مروحه الهليكوبتر وبتنفجر فيه جوه. واخيرا الكابوس بيخلص والشرطه بتوصل وتقبض على الباقي. وبعد كده روبرتو بيرجع يلبس دبلته تاني، وتوم ودارسي بيتجوزوا فعلا على الشط. بيقول لها: احنا اتبهدلنا صحيح بس الحمد لله ان احنا عايشين. ده كان الفيلم اسمه شوت جان ويدنج، انتاج سنه 2022 واتعرض 23 كده. هو فيلم يا جماعه لايت كوميدي اكشن، والاجانب لما بيعملوا حاجه زي كده في العادي بيصرفوا عليها ويكلفوها يعني. هنا ممكن تلاقي الموضوع كبادجت اقل يعني الفيلم ده اتصرف عليه 50 مليون. تمام، هو على فكره ساعه و40 دقيقه عشان في ناس كانوا بيقولوا اكتب بعد كده. وجينيفر لوبيز هي اللي عامله البطوله. وعلى فكره يا جماعه الفيلم ده البطل بتاعه اتغير ممكن 3 مرات. كان الاول رايان رينولدز اللي هو كان بتاع ديدبول، وبعد كده كان ارمي هامر، وفي الاخر استقروا على جوش دوهاميل اللي هو فيه كلمه حلوه بينه وبين جينيفر لوبيز. وكمان الفيلم ده اتصور رغم ان القصه في الفلبين وكده، لانه اتصور بالكامل في الدومينيكا، جمهوريه الدومينيكا، في منطقه اسمها بونتا كانا.
بسبب الطبيعة إن الشواطئ هناك طبعًا مش طبيعية وجامدة جدًا يعني. وكمان فستان الفرح ده جينيفر لوبيز استخدمت 28 نسخة من نفس الفستان، لإن هو كان كل شوية لازم يبان متقطّع ومتبهدل من أحداث الأكشن وكده. والفيلم طبعًا حقق نجاح كبير أوي على المنصات الرقمية زي أمازون وبرايم، والجمهور حبّه جدًا. وهو على فكرة الأفلام دي بتبقى لطيفة يا جماعة، يعني أفلام البوب كورن دي اللي هو قاعد تاكل وحاجات كده، عندنا في مصر طبعًا عتاولة وبتاع، بس بيبقى راجعة لمجهود الممثل أو الورق، إنما عشان متعة بصرية وكده الأجانب طبعًا هم أصحاب ريادة في الحكاية دي. وفيلم يعتبر حاجة زي خيار مثالي كده لو عايز تسهر وتتفرج عليه، هاكتب لكم اسمه في الكومنتات، ولو عايز حاجة مش معقدة يعني. وهو على فكرة اللوكيشن بتاعه كله في جزيرة واحدة. عامل ليك صاحب على الايفون خلاص، النهارده اللي كسب معانا واحد اسمه احمد عبد الوهاب او الونسو زي ما بيسمي نفسه. خش اسيب لكم الكومنت بتاعه في الفيديوهات. واللي عايز يشترك في الصاحب الجديد، عايزين القناه توصل بس 50 سبسكرايبر عشان نعلن بسرعه، وعايزين كمان الفيديو يوصل 20 لايك تمام، وسيبوا كومنت وفرصكم كبيره طبعا لان القناه لسه ما اتشهرتش قوي. طب حد يقول لي انت بتجيب الايفون دي منين وانت لسه بادئ وبتاع؟ لا يا جماعه، هو انا عندي اصلا قناتين تانيين محققين الربح اوريدي ومصدر دخل كويس تمام، والايفون اصدار ايفون 8 تمام. اشوفكم في حلقه جديده، وصلوا فيديو 20 لايك. اي حد من دوله عربيه عايز يشترك في السحب عادي، في مليون طريقه ابعت لك بيها، حتى لو هحول لك الكريدت ده وتشتري انت من اي ستور اونلاين. اوكي مليون عندي والله يا جماعه. ولو عايزين اي فيديو معين اكتبوا لي في الكومنتات. محدش يا جماعه يقول لي انت بتعمل فيديوهات مثلا خاصه بالايحاءات او اي حاجه زي كده خالص، لا بالعكس. الفيلم ده هو جينيفر لوبيز صاحبه رياده في الايحاء، وعامله اصلا اغنيه كامله عن المؤخره، ودي اغنيه على فكره كانت منزلاها في السوق. بس هو الفيلم مش اباحي خالص، بالعكس. حتى المشهد اللي فيه اللي هو كان قدام لما حماتهم دخلت عليهم، المشهد ده ما كملش 5 ثواني ولا حتى انتشر، عكس مثلا فيلمات التاني اللي انا كنت عملته برضه بوي نيكس دور. ده فيلم محدش عارف بيحكي عن ايه وكل عارفه من المشاهد اللي فيه. فانا يا جماعه القناه بتاعتي مش غرضها كده خالص. طبعا بحب الكليك بيت واعمل صوره مثلا تشد وبتاع، لان انا طبيعي احط نفسكم مكان انت لسه بتبدا. بس انا مستحيل اعمل فيديوهات غرضها ان انا اسير حد. وعلى فكره انا عملت المحتوى ده فتره اصلا هو محتوى فاشل، يعني محتوى ممكن يترفض من يوتيوب، ومحتوى كمان في فكره ان انت بتخش ما تكملش الفيديو فالفيديو ما بيقترحش. فاهمين ازاي؟ يعني اي حاجه في مثلا الاجانب عاملينها فيها صراحه قوي في العلاقه وكده، هتلاقي الفيديو ده بالكتير قوي يا اما صريح قوي فاتشاف، يا اما ما اتشافش خالص وكلها ناس ما بيقعدوش 10 ثواني في الفيديو. بس اشوفكم في حلقه جديده، وصلنا فيديو 20 لايك ومع السلامه.